الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم اعتبر المغرب منسحبا بشكل رسمي من الشان، يفند بذلك ادعاءات الاعلام المغربي. فما هي العقوبات او ما هي السيناريوهات المقبلة بعد بيان الاتحاد الافريقي؟ اولا الامر كان واضحا، اللعب على المصطلحات من قبل المغاربه كان يعني محدود الزمن، لذلك الانسحاب هو انسحاب، لا داعي لركوب موجة التلاعب بالمصطلحات مثل ما فعله بعض من الإعلاميين المغاربة الذين حاولوا أن يوهموا الرأي العام المحلي المغربي دون غيره، طبعا لأننا نجيد العربية والحمد لله، والإخوة العرب يجيدون أيضا العربية، ونحن أيضا كإعلاميين نجيد قراءة القوانين. الانسحاب هو انسحاب، ولا داعي لتغيير هذا المصطلح بمصطلح آخر وفق المنطق الدميوي الذي أراد به يعني رئيس الجامعة المغربية، وهو يرقص كالدمية تارة في محاولة تشويش على الكان، وتارة في محاولة يعني استعمال مصطلحات في غير محلها. في نهاية المطاف الفيصل في هذا كله هو الكاف، والكاف أقرت بانسحاب المغرب يعني كمقرر. لذلك الأكيد أن المغرب تنتظره عقوبات وفق القوانين المنصوص عليها. من المفروض لو تم مواصلة الاحتفاظ بالشان، وهذا أكيد بعد المستوى الرفيع الذي أوصلته الجزائر بهذه الطبعة، الأكيد أن المكتب التنفيذي للكاف سوف يفكر في تمديد إجراء الشان لدورات أخرى. لذلك ربما أنت تنتظر في لا تفضل كمل الفكرة. لذلك أنا أظن بأن يعني لو تم الاحتفاظ بهذه الدورة، المغرب سوف يقصى لدورتين قادمتين، بالإضافة إلى غرامة مالية معتبرة سوف يدفعها رئيس الجامعة الملكية المغربية. واضح. قضية ثقة، نتكلموا على مناورات ونتكلموا على سلوكات خارجية عن المنطق وعن الحياد وعن القانون. بطبيعة الحال حتى اليوم يعني هناك العديد من الاتحادات الافريقيه اللي يبداو يعني يندوا بالافعال تاع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. انا ما عرفتش نسميه، راه كيسميه راك قيمته بزاف كيسميه مونطونور كما يقولوا بالفرنسيه. رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم اليوم كان العديد من الاتحادات الافريقيه، رؤساء الاتحادات الافريقيه يبداو يندوا يعني بلي مانوفر تاعو، بالنفوذ تاعو اللي يحب يكون عنده، سواء على مستوى الاتحاد الافريقي ولا عن طريق بعض ما نقول بعض لي كونيسونس تاعو على مستوى الفيفا. اليوم العديد من الاتحادات الافريقيه لكره القدم، الاتحادات الوطنيه، تفضلوا لهذا الشيء هذا وبداو يمدوا. انا راني نقول لك يعني نعاود نقولها لك، كل هذا يصب في صالح الجزائر لتنظيم كان 2025. ويعني لو كان نطبقوا يعني قاعده شارج على كار بدون كولسه بدون تلاعبات، الجزائر هي من ستفوز بشرف تنظيم كان 2025 ان شاء الله. واضح. رشيد راجل الخبير القانوني ومن افضل الذي ينم عن حنكه وينم عن تجربه، خرج الاتحاد الافريقي لكره القدم وضح الامور ببيان. نبي نشوف كاعلاميين نحن نقوم بتحليلات الى جانب التركيز على تفاصيل القضايا الرياضيه، خاصه بين بلدان نوعا ما معاديه رياضيا. نبيل، الصفعة الكبرى بالنسبة للاتحادية المغربية لكرة القدم ليس بيان اليوم. الجميع وجه القضية إلى زاوية بيان اليوم. بيان اليوم يقول نبيل أنه لجنة تنظيم الشان الجزائرية والتي كان مقرها في الجزائر قامت ببحث عبر بيان شكوى تقول هي أعطت للاتحاد الإفريقي، مثلا أعطت الاتحاد الإفريقي الملف كاملا لكن في رواق الهيئة القضائية. نبيل، هنا الأمر عادي، كل المنتخبات تقوم بهذه الأشكال عادي، بعد ما تأكدوا أن المنتخب المغربي لم يحل بالجزائر بعد ما قامت بعدد من الخطوات. الصفعة الكبرى بالنسبة للجامعة المغربية وخاصة المدعو لقجع هي نبيل تصور أنه موتسيبي قام بتصريح، الجميع لم يركز على تصريحه عندما قال نعم الجامعة المغربية
الجزائر وافقت مبدئيا على دخول الطائرة المغربية إلى الجزائر، وافقت مبدئيا، يعني أعطت الضوء الأخضر من أجل تنقل المنتخب المغربي إلى الجزائر، بحكم أنه هناك نوعا ما مشاركة رياضية، وهذا الأمر عادي. لكن الأمر المعقد أنا بتصور هي أنه رئيس الجامعة المغربية السي رقجع اللي قال أنه هناك شروط، هناك عدد من أملى شروط على الاتحاد الإفريقي، أملى شروط على المسؤولين الجزائريين. هذه هي العقدة القصة نبيل إن صح التعبير. هنا الاتحاد الإفريقي وحتى موتسيبي تفاجأ. هذه حرب إعلامية بين الجامعة المغربية وبين سواء كانت لجنة تنظيم الشان ولا مسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرة. حرب أخرى نبي أتصور أنه حتى في القناة القطرية حرب أخرى بين الإعلاميين الجزائريين ومغربيين عندما وصلنا لها عزيز. دقيقة فقط نعطيك إشارة فقط نبي. حتى اليوم على موقع البي ان سبور خرج مقال عنده 3 أيام وقال أنه تصريح موتسيبي، يعني هناك جزائري ما وراء هذا الخبر، يعني هناك حتى حرب إعلامية، وهناك رجال يدافعون عن الجزائر، عن الكرة الجزائرية، سواء في القنوات القطرية ولا القنوات الخارجية أو القنوات بالجزائر. نبيل قلت لك العقدة هي أن المغرب عندما أملت شروطها على الاتحاد الإفريقي، هنا الخلل، هنا اللي سيجعل الاتحاد الإفريقي سيقوم بعقوبات قاسية تجاه الكرة المغربية. واضح. تفضل جابر، ونضيف سؤال آخر في نفس الموضوع. في نفس الموضوع إذا عندك إضافة في نفس الموضوع. شوف ركز معايا. أنا مركز معك. في نفس الموضوع نبيل، شوف قبل بداية البطولة المحليين في الجزائر، قبل بدايتها وهناك أطراف تحاول التشويش على نجاح هذه البطولة. الكل يعلم هذه الأطراف، وكان تشويشها، لا أذكر لو كنت معك في هنا في الحصة نبيل، قال لك لن يحضر المنتخب الليبي، ثم أصبح المنتخب الكاميروني، ثم الأوغندي. كل هذا التشويش من طرف الأطراف التي أنت تعلمها وأنا أعلمها والكل يعلمها. ثم جاء التشويش في نفس الوقت ترويج. اكزاكتومون. ومنذ قبل بداية الدورة ثم جاءت مسرحية المطار، المسرحية الهزلية التي هي مسرحية لم تنسج خيوطها جيدا. هذا الشيء الثاني. الأخ نبيل، هل تعلم الأخ نبيل لما تكثر الاستفزازات ما معناها؟ أنه ذلك الطرف هو يتخبط ولم يجد ضالته. لكن لا نبيل، الفرق بيننا وبينهم بين هذه الاستفزازات، كيف كانت الإجابة من الطرف الجزائري؟ هل تعلم نبيل كيف كانت الإجابة من الطرف الجزائري؟ ملاعب عالمية، افتتاح عالمي، جمهور عالمي، استثمار في هذه الكأس الإفريقية لنسج علاقات أخرى وعلاقات دبلوماسية ممتازة مع عدة أطراف، منها المالية، الكاميرونية، عودة العلاقات بين الكاميرون. والله شوف الأخ نبيل، من هذا المنبر الكلام هذا اللي تكلمته، حبيت نوجه رسالة للشعب المغربي أنه لا ينساق وراء إعلامه الذي تجاوز كل الحدود، هذا شيء، ولا ينساق وراء هذا الإنسان اللي الشيخ رجراج ما حبش ينطق حتى اسمه، أنا نسميه بيدق من بيادق النظام، أن لا ينساق وراءه، لأنه البروفيت لو ماكسيموم من مواقع التواصل الاجتماعي، وخدع شعبه مرات عديدة لأنه بيدق من بيادق النظام. وأختمها أقول لك، لهم المواقع ولنا الواقع. باختصار، أحب الأمثلة والحكم، السكوت عن الأحمق من ليس فيه جوابه. ولكن نزولا عند هذا الظرف نخصص له بضع دقائق ما يمارسه الإعلام المغربي من تزييف للحقائق، من هجومات لاذعة على كل ما هو جزائري، من محاولات التشويش على شأن الجزائر وكأنهم غير عرب وكأنهم غير أفارقة، وكأن نجاح الجزائر لا أقول يزعج ولكن يؤلم كثيرا البعض من الأطراف. قد لا أجد أفضل منك للرد على هذا. لا نبيل، أنا كنت قلت في السابق كل محاولات التشويش في نهاية المطاف صارت يعني ترويج. التشويش انقلب عليهم وصار ترويجا لنا، وهذا شيء يحسب للجزائر التي عادة ما تلتزم بشيم الكبار يا عباد، يا نبيل عفوا، عندما تأتيهم يعني ممارسات من الصغائر
لا يبالون ويلتزمون الصمت، وهذا ما فعلته الجزائر. بالنسبة لبعض الإعلاميين المغاربة الذين حاولوا يعني امتطاء الموجة في آخر ربع ساعة، أنا أتوقف ربما عند معلق بين سبور جواد بدة يا نبيل. أقول فقط عليه أن يكون فارسا لامتطاء جواد التعليق النزيه، ولا بد يا بد أن يكون لسانك حصانك في رفع لواء الباطل. لذلك أنا من فضلك عيدها فقط. أنا يعني أقول ردا على هذا المعلق المغربي، أقول عليه أن يكون فارسا لامتطاء جواد التعليق النزيه، ولا بد يا بد أن لا يكون لسانك حصانك في رفع لواء الباطل. الرجل أراد يعني بهتانا أن ينساق وراء حملة مغربية شعواء ضد كل ما هو جزائري، كل ما هو جميل. لأن اليوم الجزائر، اسم الجزائر ارتبط يا نبيل، ارتبط بالجمالية، ارتبط بالرقي، ارتبط بالمستوى الكبير، ارتبط بعمالقة يعني المنظمين في العالم. رأينا ربما كأس العالم في قطر، بعدها مباشرة انتقلنا من كأس عالمية في بلد يعني أعطى كل الإمكانيات إلى دورة إقليمية قارية لم يكن المستوى يعني بعيدا في توفير الإمكانيات. لذلك أنا أقول لهذا الإعلامي المغربي وهو يشتغل في قناة قطرية، عليك أن تعترف بأن الجزائر رفعت التحدي وكانت قمة من قمم التنظيم الإفريقي. وأنا قلتها وأعيدها يعني دون كل ولا ملل، اليوم الشان صارت أحسن من الكان، لا لشيء سوى لأنها احتضنت من بلد اسمه الجزائر يا عماد. واضح يا نبيل، عفوا. فريد معطاوي على كل هذه الكلمة التي أخذتها بعناية. يعجبني هذا المثل من بعد نحفظه. نبيل تحب نعطيك معلومة على هذا؟ زد لي مثل آخر، زد لي مثل آخر، بشار آخر. لا نعطيك معلومة أفضل. أعطيني معلومة مهمة تاعنا معلومات. تصور إنه جواد بدة عندما كان في إحدى القنوات المغربية نبيل أحدث زلزال على مستوى البطولة المغربية نبيل، عندما علق على درب الرجاء والوداد. هو معروف عليه انحياز للفرق التي يحبها ولا انحياز للمنتخب اللي يحبه. تصور أنه في مباراة النهائية بين الوداد والرجاء البيضاوي طيلة 90 دقيقة وهو يناصر الوداد. هنا أنصار الرجاء البيضاوي بالعامية يسالوا له حسيفة بالنسبة لهذا الإعلامي، لأنه مخضاش النهائي على أساس أنه يعلق بأمر موضوعي، يتجنب على الذاتية. أنصار رجاء تصور أنه في تعليقات طالعت عليها صباحا، في تعليقات على صفحته الرسمية ما خلوا له ولا كلام. سي فريد تصور أنه الإعلامي هذا معروف عليه بالأمور هذه اللي ما عندوش، عكس حافظ الراجي، عكس شوالي. يكفيه جمهور يكفيه جمهور رجاء، جمهور صراحة أقوى الجماهير العربية وأكثر من جمهور الوداد حماسا. نوعا ما الفئة هذه تاع الرجاء، الفئة تاع الرجاء هذه نوعا ما عندهم فئة متوسطة. عزيز هذا الكلام اللي تكلمتوا انت تاع تفكرت واحد الشيء في الكواليس البارح انا والشيخ فريد، لما ختمت انا كلامي قبيل وقلت لهم المواقع ولا لا الواقع. علاش تكلمت على كلمه المواقع؟ لانه هذا الناس اصبحوا يظنون أن النجاح في المواقع مربوط بنسبه المشاهده. يضربون نجاح بلد مثل الجزائر من اجل كما نقولوها ديكا 20 البارح الشيخ نبيل قال لك لا يهمني لا الكا لا ام لا اس لا سي، ما يهمش نسبه المشاهده قد يعطوا له لو بوز نيجاتيف. هما ما يهمهمش هذاك، لانه سواء لارضاء مسؤوليهم واسيادهم هذا الشيء الاول، او من اجل نسبه المشاهده، لانه يعلمون انه الواقع للجزائر، هم يعلمون انهم فشلوا في هذه المعركه، هم يعلمون. لكن احنا على قلت لك بين نتكلم على الشعب المغربي حتى لا ينساق وراء هذا الاعلام الذي تجاوز حدوده. وتكلمنا عنه البارحه انا وياك في الكواليس، اصبحوا يشتمون ويسبون بابشع العبارات، حتى ان اصبحوا رداء ما تقدرش حتى تتفرج. الرداءه
طفل صغير. انا واحد الوقت قلت التصرفات الصبيانيه، لما صححته قال لك الصبيانيه هي الانسان غير راشد. هما صح الان التصرفات الصبيانيه لانهم غير راشدين، تحسهم باللي وناس تاع 12 سنه او 13 سنه. سي بور سا لابيل الشعب الجزائري، انا والله نصيحه من هذا المنبر للشعب الجزائري، الترفع عن هذه التصرفات، الترفع عنها، لأن الجزائر أكبر من أي شيء. واضح. لا نزيد لك شيء نبيل على عجاله، نزيد له أمر أنا ثاني. شوف لجواد بدة والذي يسير في فيلقه، أعطيه معلومة وصلتني للتو من الزميل عماد وهو مشكور. نفاذ جميع التذاكر المطروحة للبيع بملعب 19 ماي بعنابة للمباراتين القادمتين. على جواد بدأ أن يأخذ هذه المعلومة ويعطيها للجمهور المتتبع للبي سبور، ومنا موزة لجواد بدأ. واضح.